وفي الآداب الشرعية ولعله يأتي معنا، إذا دخلت مجلس من زرته فإنك لا تجلس على اختيارك أنت، وإنما تنتظر صاحب البيت هو الذي يشير إلى مجلسك، لأنك قد تجلس تلقاء باب يعني باب ترى من خلاله أهل البيت نساء البيت، وهذا يؤذي صاحب المجلس. فأنت إذا دخلت مجلسا تقف ولا تجلس حتى يأذن لك صاحب البيت ويقول لك اجلس هنا أو اجلس هنا، لأنك إذا جلست لا يمكن لصاحب المنزل أن يقيمك بعد أن تجلس، لأن هذا يصعب عليه ويثقل عليه ويتنافى مع الآداب، وربما أحرجته، فبدل أن تدخل عليه السرور بزيارتك أدخلت عليه الحرج والضيق والحزن، لأن بهذا قد تكون تشرف على أهل البيت. هذا أدب عظيم من الآداب الشرعية.